السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم في قناة وسام ياسمين مرة أخرى. اليوم إن شاء الله غادي نكملوا سلسلة الحلويات المغربية، وغادي نشوفوا طريقة تحضير حلوة الطابع البطاطا معروفة وكتجي زوينة. يلا هو معايا نشوفوا المقادير. بسم غادي الله. نحتاجو الدقيق حسب الخليط، ربعة ديال الزبدة، الزبدة النباتية غير مهدرجة يعني ديال البكية، 4 البيضات، فانية وحدة، 2 خمارات، 2 كيسان ديال الزيت، 2 كيسان ديال الكوك، و2 كيسان سكر سنيدة. اذا اول حاجة غادي نوضعو الزبدة، غنضيفو السكر، غادي نجمعوهم مزيان مزيان. اذا تيدخل السكر مزيان في هذيك الزبده، من بعد غنزيدو البيض، 4 البيضات، من بعد كنضيفو فانية وحده، كنخدمو هذا الشيء بيدينا مزيان 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 مزيان. من بعد كنضيفو الزيت، 2 كيسان، و2 كيسان ديال الكوك، كنجمعو هذا الشيء. عاد من بعد كنضيفو الخمارات، 2 خمارات ديال الخميره الكيميائيه، واخر حاجه الدقيق حسب الخليط، كتضيفو بشوي بشوي بشوي. كتحاولوا تجمعوه، نتوما كتضيفوا الدقيق، كما كتشوفوا راه دغيا كتجمع، مازال خاصها شويه ديال الدقيق. اذا كنضيفوا شويه باش نقدروا اننا نكوروه. اذا هذا هو الشكل ديال العجين. اذا باش غنفندوا هاد الحلوه غادي نحتاجوا شويه ديال الكوك، شويه ديال السكر، وفانية وحده. غادي نخلطوا هاد الشيء مع بعضياتهم، ومن بعد غنشوفوا الطريقه كيفاش. غناخذوا العجين اللي صايبنا واحد القياس، غادي نكوروه، ومن بعد غادي نوضعوه في هاد السكر سنيده والكوك والفاني، غادي نوضعوه في اللاطه اللي غادي تدخل الفران. حاولوا ان الكويرات يكونوا بنفس القياس. غنستمروا تنكملوا الكميه باش غنطبعوا هذه الحلوه بالطابع ديال البطاطا، راه معروف هذا اللي كيتباع، وهذا هو الاصلي. اذا غادي نديروه في الكوك والسنيده والفاني اللي خدمنا فيهم الحلوه، وغنطبعوا به. بسم الله.
اذا غتستمروا تتكملوا الكميه كامله. من بعد ملي كملنا غادي ندخلوا الحلوى للفران الفوق حتى طيب، ومن بعد نهبطوها لتحت باش يتحمر ليها الوجه، ومن بعد نشوفوا الشكل ديالها. هذا هو الشكل ديالها، كتجي زوينه ومذاقها زوين. كنتمنى تجربوها وتعطيوني الراي ديالكم فيها وفي الفيديوهات اللي كندير في لي كومونتير باش نزيد نطور منهم. واشتركوا في القناه، هذه اهم حاجه باش يوصلكم الفيديوهات الجداد. والى فيديو قادم بحول الله.